انا ما عنديش حاجه اخبيها، انا مش مبسوط اللي عنده يا جماعه عرض من الصين من الهند من اي مكان يجيبه ما يجيش النت. كلام واضح؟ اللي عنده عرض من الصين من الهند من مركز شباب ما شالوش يجيبه وما يجيش النت. احنا لا فاضيين كل 5 دقايق ده جاي له عرض وده جاي له مش عارف ايه. انتوا بتلعبوا في نادي كبير اسمه الزمالك، اكبر منكم ومني. تاني بقول اكبر منكم ومني. الفيلم الهندي اللي كل يوم عمال اقراه في الجرايد ده مش هسمح بيه تاني. ده رقم 1. رقم 2 ما عنديش لاعب اسمه عندي وكاد، عندي لاعب اسمه مصاب ده اللي ما بيلعبش. ده لاعب محترف بتقبض، ده بيسموه اكل عيشك، انت مش لاعب هاوي. اللاعب اللي ما بيلعبش اللي هو مصاب، واللاعب اللي بيغلط بيتحاسب بالفلوس. ماتش الانتاج دي نقطه سوداء. خليته عيل بنكله اسمه عجيزي يتريق عليكم. اي حد الدوري لسه قدامنا، ده احنا لسه اول ماتش. اتكلمنا عن الجهاز والاعلام هناك خلاص. الاعلام اللي بيكذب ويدور اشاعات كاذبه. تم عزل رئيس تحرير المجله الاخ اللي اسمه منتصر لانه منزل منشطه اخبار اليوم النهارده عزل الجهاز الفني. المنظومه الاعلاميه كلها كبرت استقالتها. ما عنديش منظومه اعلاميه. احيانا الاب بيبقى قاسي واحيانا بيبقى حنين. انا عندي وشين، وش النهارده الوش اللي بنلبس 60 نيله. اللاعب اللي هيروح يناقش حكم في اي قرار 50,000 جنيه خصم مستحق. حتى لو الحكم ده كافر ظالم هيخش نار جهنم، مالكش دعوه بيه. مالكش دعوه بالحكم. مش كل لعبه اروح الحكم يعمل قرار اروح اقعد اتناقش معاه ولا لا حبيبي. الكلام ده مش عندي. اللاعب اللي هيناقش الحكم في اي قرار 50,000. واللاعب اللي هياخد انذار 100,000. الا اذا كان الانذار الطبيعي بقى بتاع لعبه. انما انا اروح انا الحكم متبرع كده واقعد اجره شكله عشان يديني انذار، ده على طول 100,000. هتروح تكلم الحكم من غير انذار وتقعد تعمل معاه حوار 50,000. اللاعب اللي الجهاز الفني حاطط له في الخريطه مين يشوط بلانتي ومين يشوط ضربه حره مباشره ومين ضربه حره غير مباشره. طب لو الناحيه اليمين مين يشوطها والناحيه الشمال مين يشوطها؟ دي خريطه موجوده. طب مين يلعب اوت؟ لو لاعب غير ده 50,000 جنيه. المنظر انا شفته بنشد كور من بعض، ده مش نادي الزمالك، دي عزبه. في جدول فلان يشوط في الوقت ده بالملي، سيب لزميلك. انما اخطف الكوره وهو يخطف مني الكوره واقعد اسال مين انا ولا هو، ده مش نادي الزمالك. لا ده نادي تاني، ده مش ولا مركز شباب ولا مركز شباب. دوري الاهلي بيديك نقطتين بتديله انت 3. الفريق اللي عايز يكسب بطوله بيبقى عنده كده اراده النصر. بقت اخر ثانيه. وانتوا عارفين اللاعب اللي عندنا بيصاب، احنا سفرنا محمد ابراهيم، سفرنا علي، مسفرين مصطفى فتحي سافر، مجدي مسافر، ما بنتاخرش. تاني يوم ما جيتوا مكافاه السوبر اتصرفت. بس بعد ماتش الانتاج وقف جميع المرتبات الجهاز الفني نفسه كمان. مرتبات، مستحقات، مكافآت. اسف. انتوا احسن لعيبه في مصر. ده مش انا اللي بقول، المنتخبات اللي بتقول انتوا احسن لعيبه في مصر. واحسن لعيبه دول يبقوا الاول بفرق 10 نقط مش الثالث واتغلب من الانتاج. اقعدوا فكروا كده.
واللي مش عاجبه السياسه دي يقول لي انا مش عاجبني السياسه دي. عندي 29 لاعب، احنا خدنا دوري وكسب 18، عندي حوالي 11 لاعب زياده. يقول لي والله انا مش موافق، انا مش مستريح في المكان ده. اقول له اتفضل، زي ما حصل مع دوده. الراجل اول ما قال انا لو الزمالك اداني مليار مش هلعب فيه، قلت له انت ما تسويش لك عندي، اتفضل مع السلامه. جبت باولو اللي قده 100 مره، اللي ساب من فلوسه 1.5 مليون. زي محمود حمدي، ما انت ساب من فلوسك خدت عقوبه على اللعبه اللي انت لعبتها 50,000 جنيه، عشان كل ما تفكر في لعبه تاني تفتكر الفلوس. تفتكر 50,000. كابتن ايمن مالكش دعوه بالحكام، مصطفى بيه مالكش دعوه بالحكام. الراجل ده انت كل لعبه بتروح له، ولا انت عشان مربي دقن وشارب جديد مالكش دعوه بيه، مالكش دعوه بيه، وتبتسم له وتروح له. انت مالك؟ خلاص اعتبره حكم مجنون، اعتبره مجنون، مالكش دعوه بالحكام. وده قرار مجلس الاداره العقوبات دي. جهاز فني حاطط زي ما قلت، باسم بيشوط بلانتي بيشوط بلانتي، محدش يقول له هات الكوره منك، مفيش الكلام ده. وكل ماتش ليه ظروفه. ضربه حره وقال احمد رفعت يبقى احمد رفعت. فين احمد توفيق؟ نعم؟ مامته، امه يعني اسمها امه، مامته بتهرج. لك مامته اسمها امي. احنا فلاحين وانت من اسوان. امي وعيال. هننسى الماتش اللي فات، هنعتبره مش موجود. وعايز اشوف ستانلي بكره ان شاء الله يا كابتن، يجي لي عايز استفسر منه على بعض الحاجات كده قبل التدريب بكره ان شاء الله باذن الله. انا عندي بكره مجلس نواب الساعه 5، يجي لي الساعه 3 ان شاء الله. ودايما يا محمود تفتكر 50,000 جنيه دول. طبعا عارف جنش هو اللي فين جنش؟ 25,000 عشان كان المفروض يوديها يمين، عشان تفتكر دايما تفتكر انت رايح تقبض 25,000 جنيه مقسوم منك انك انت ورطت زميلك. تمام؟ عايز اقول للكذاب ادي جاهزه. عندكم ماتش الطلايع ان شاء الله بعد بكره. خلوه ده الانطلاقه. الدوري لسه في الملعب، لسه كتير. فرق 6 بونت وتساوي الماتشين المؤخرين. يعني ودايما شيل الماتش بتاعك انت والنادي الاهلي، شيله بره. يعني 3 بونت. يعني ماتش النادي الاهلي. وزي ما قلت لكم انتوا اللي خدتوا الدوري والكاس. بالعكس انا جبت لعيبه الموسم اللي بعديه زي ما يقولوش عن اللي قبليه اللي خد دوري والكاس. وربنا كرمكم بطوله فرحتوا جماهيركم بالسوبر. بس ما نعكننش عليهم بقى بالانتاج. مش كده؟ وقول تاني اي حد هقرا خبر ليه انه جاي له عرض 200,000 جنيه على طول، حتى لو خبر كاذب. عايزين نركز، انتوا بتلعبوا في احسن، انا رايي ده احسن فريق في العالم. انا عندي نادي الزمالك احسن من ريال مدريد ومن برشلونه. رايي. انت شايف ايه رايك حاجه ثانيه؟ وعايز تروح الصين، عايز تروح طنطا، عايز تروح متغمر، عايز تروح بشالوش، عايز تروح اي بلد، دي حريتك. انما انا في عيني ان النادي ده احسن نادي في العالم. اللي مش شايف اللي انا شايفه يجي لي بكره يقول لي انا عايز امشي، انا مش شايف كده. تعهدوا مع بعض ومع الجهاز بعد ما امشي اللي عندكم اراده النصر تاني ترجع، واللاعب اللي يستلم استبداله ما يطلعش غضبان وزعلان. مش هسمح بالكلام ده. دي رؤيه جهاز فني، رؤيه جهاز فني، مش هتدخل فيها. عندنا احسن جوان الشناوي بيه، جرنش باشا، وفين عمر خدير وعمر. عندنا احسن مساكين، مش كده؟ عندنا احسن لعيبه في اليمين واحسن لعيبه في الشمال. عندنا احسن لعيبه في خط الوسط. عندنا احسن لعيبه صانع العاب وحريفه. عندنا احسن مهاجمين في مصر. ناقصكم ايه؟ عندنا احسن رئيس
ده من وجهه نظرك. ومن فضلكم عايز الوش كويس بتاع مرتضى دايما يبقى قدامكم، عشان انا النهارده جاي قرفان من الكل. مش الزمالك اللي غلب من الانتاج خالص. انا غالب الاهلي من 3 ايام وهتغلب بالانتاج مع احترامي لشوقي اللي اتغلب بطول الارض. بس كان عنده 17 بونت، ده هابط. احترامي طبعا نادي الانتاج والرئيس ومهير بيه راجل محترم وصديقنا. اقعد دايما فكر انت بتاخد البطوله ازاي؟ انت دخلت في الصور اللي بيقول لك ضربات الجزاء، كل لاعب دخل شاط الكره شاطها ازاي؟ واللي صد كان بيصد ازاي؟ افتكروا الشناوي لما كان جون دوري وكاس، مش كده؟ افتكروا كل ده. لسه دوري قدامك، كاس قدامك، هنبدا افريقيا ان شاء الله خلاص. عندنا بطوله العرب ده اعتقد ب 100 مليون جنيه الجائزه، مش عارف كام هي ولا كام، 100 مليون. كل ما بتكسب وتاخد بطوله بتاخد فلوس وبتاخد شهره، وبيجي لك زي كهربا عقد محترم. النهارده كهربا لما يجي لي عرض ليه لا مش اقل من 40 مليون يورو. هو يقل لي عن ايه؟ عن اي واحد برازيلي بيجيبوا نادي اتحاد جده. انت اللي في ايدك تسعلي ثمنك، وانت اللي في ايدك تبقى كده. ده مع بعض صفحه جديده، صفحه من غير تشويح، من غير جدل مع الحكام، من غير ما يكون ما عندكوش اراده النصر. ابداوا الماتش الطلائع ان شاء الله. انا جاي لكم ماتش الطلائع باذن الله ان شاء الله. ابداوا الماتش الطلائع باذن الله، وده الانطلاق. ماليش دعوه بالاهلي، خليك انت اقعد اكسب. الاهلي اتعثر خلاص، هو اتعثر اهو من الاسماعيلي وقال لك خد يا حبيبي 2 بونت، قلت له 2 بونت يا عم خد انت 3، مش عايزين نزعل. احسن لعيبه في مصر يبقى ادائهم احسن من كده، امهر لعيبه في مصر يبقى رياضتهم اقوى من كده ان شاء الله باذن الله، بامر الله ان شاء الله. دوري وكاس، بطوله عربيه وافريقيا. وانا قلت لكم قبل كده اللي ما لعبش النهارده هيلعب بكره، انت شفت يا اسلام مش كده؟ لان دوري وكاس افريقيا البطوله العربيه مشوار طويل، هنحتاج كل لاعب فيهم. ما لعبش النهارده ما يلوش بيوزه. لا، دي رؤيه الجهاز الفني في الوقت ده، فلان يلعب في المكان ده. فين الدكتور؟ لا مش دكتور، انت الدكتور بتاع الفريق. لا خلاص. كابتن عايزين تجيب دكتور عشان انا ملاحظ الاصابات كترت. الاصابات كترت. شوف مين اشطر دكتور في مصر عشان انا مش فاتح مستشفى. خلاص يجي كويس، ظبط مع الجهاز ويجي عشان الاصابات الكتير دي. انت بتقول له يا ابراهيم ماشي، ممكن تقول له انا بشتمك. ماشي. اللي حضرتك عايزه. نعم؟ حضرتك عايزه ممكن تساله على فين مايوكا؟ وريني كده وزنك بقى عامل ازاي. ثانك يو. مخس اهو كويس. حد يترجم له، يتكلم عربي؟ ترجم له جنش. ايه اللي انت عملته؟ حد يترجم له وقوله له بس. ترجم له دكتور حاجه. ترجم له خالد، اي حد يترجم له. مايوكا تاني بقول لك مايوكا، بكلم مايوكا، ده معروف مش مشكله. معروف ده ولد مؤدب محترم. مش عارف هو لازق بشيكابالا ليه؟ لازق له ليه؟ عشان جوز اخته. مايوكا انت لما جبناك بقول لك تاني للمره ال100 كنت هداف بطوله افريقيا، هداف منتخب بلدك. انت اللي تقدر ترجع لمستواك تاني، ولازم تيجي على نفسك ما تاكلش محشي ملوخيه بالارانب فته
شاورما بالليل عشان ترجع تاني. انت المفروض سامعينك اول ما جيت جبت 5 اهداف بتهيألي، زي ما احنا محتاجين باسم، محتاجين باولو، محتاجين جعفر، احنا محتاجين. لازم تيجي على نفسك كتير، مش شويه، كتير في التمرين. في النهايه ايمن طبعا انت ما شاء الله دلوقتي بقيت كويس. خلي مراتك تلاقيك يا ابني عشان الاصوات اللي بتجيلك. ولا انت برضه في واحده كانت عامله لك عمل؟ لكن مش واحده عامله لك عمل عايز تتجوزها عملت لك سحر؟ مفيش الكلام ده عندي. ما عندكش انت الكلام ده، اللي عنده الكلام ده بيضحك. ان شاء الله باذن الله تكسبوا ماتش طلائع يا كابتن حلمي. ان شاء الله ربنا يوفقكم. مش عايز اجيبكم تاني. حسني خف. تمام. اسامه. احسن. علي. هو الفيلم مجدي وفتحي. محمد مجدي. مش انتهي. احنا قلنا الولاد اللي عندهم اصابات يجوا التمرين معاهم برضه. موجودين يعني. تمام. مجدي هيسافر امتى؟ الاسبوع الجاي. طب حد تاني عليه مزاج يروح المانيا؟ نعم؟ نلعب في ده؟ لا خلاص هنلعب في دفاع الجوي خلاص. يا استاذ اسماعيل ليه ابعت جواب للدفاع الجوي، هم بعتوا لنا جواب قول له احنا خلاص هنلعب عندكم وشوف اليوم ايه ودوم. خلاص؟ ايه رايكم العب الدفاع الجوي؟ ده كمان يا ريس، ده كمان وحش. دي رخامه بقى. استاد القاهره ممنوع للكل. هتقول لي استاد القاهره ده يعني ليه الدفاع الجوي؟ لا هنشوف حل واحده واحده. الدفاع الجوي ملعب كويس. انتوا فيه سنه كامله ولا فيه دفاع جوي؟ يا بيه خد كابتن الفريق وروح شوفه قبل ما ياخد قرار. نعم؟ كويس؟ احسن من مره عليه كويس. ايه المشكله في الملعب ده؟ ايه لا المشكله في الحته اللي انت قاعد فيها. لا هو الملعب ناشف وعند الجون بايظ. عند الجون بايظ؟ يا كابتن حلو ممكن تعكس الجون؟ يعني ممكن نخلي الجون الناحيه دي عشان الشناوي باشا نجم السينما. طيب الملعب ده كنا عملناه في ال 40 يوم دول يا جماعه. مش كده؟ على العموم شوف يا كابتن اسماعيل ايه مشكله الملعب؟ حد يجي يعملها مش مشكله. عملوا لكم ترتان؟ زرع كروم؟ ربنا يوفقكم ان شاء الله. وبينكم وبين نفسكم يا كابتن يبداوا صفحه جديده. وزي ما قلت مفيش تاني اعتراض على حكم ولا مناقشته ولا كانك شفته. تعتبر الحكم ده خيال قدامك. خلاص؟ 2 وده الاهم. اللاعب اللي عليه انه هيشوط الكوره هو اللي يروح ليها. احنا خسرنا سوبر السنه اللي فاتت بسبب محمد ابراهيم وكهربا. مش ده اللي حصل؟ مش انت كان عليك الشوط وبرضه راح خاطفها منه كهربا وراح شايطها الولد صدها. فالكلام ده بيبقى مترتب. انا نفسيا ببقى عارف فلان الفلاني هيشوط. طبعا برحب بالكابتن باولو احدث وجه. طيب باولو يعني مش كده؟ طيب ها؟ جاي له اليابان اليومين دول. جاي له اليابان. كل سنه وانتم طيبين. وعايز ارجع مكافآت ومرتبات والتاني باذن الله لما الاقيكم طلقتوا. كل سنه وانتم طيبين. يلا يلا يا جماعه يلا.